ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم مروه من قناه هابي هوم. جالكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. فيديو النهارده طلب مني كذا شكل وكذا طريقه، فيديو مهم جدا يعتبر يعني من اساسيات التنظيف بالنسبه لي. الطلب مني ازاي بتلمعي الرخامه بتاعتك، وزي ما انتم شايفين بتلمع ازاي، وازاي بتنضفي البوتاجاز بتاعك، وازاي بتنضفي ظرف المطبخ بتاعتك او الظرف الخارجيه يعني، وازاي بتنضفي الشفاط بتاعك. يعني بصوا كلها حاجات ليها علاقه بالتنظيف. بالنسبه لي كل الحاجات دي اللي بيساعدني فيها جدا هو التنظيف اليومي. يعني رخامه على طول ايدي فيها، ظرف المطبخ ليها كل يوم تنظيف يومي او روتين يومي عشان الدهون ما تتراكمش عليها، وكذلك البوتاجاز والشفاط. يعني كل الحاجات دي بتتنضف يوميا. طيب بنضفها يوميا بايه؟ بخلطه انا بعملها، هي بسيطه جدا جدا وسهله وموفره جدا، وده الاهم. المكونات اللي احنا هنستخدمها فيها يعني ولا تذكر، لان احنا هنستخدمها كل يوم، وممكن في اليوم مرتين ثلاثه. بالنسبه للرخامات او البوتاجاز على فكره، طول ما انا واقفه اذا كان بعد فطار بعد غدا انا لازم المعه او انضفه او امسحه بالخلطه بتاعتي دي. فبستخدمها كذا مره في اليوم والحاجات كتير، فلازم تكون موفره بالنسبه لي. هقول لكم على الخلطه كده، هقول لكم مكوناتها الاول ايه، واقول لكم المقادير اللي انا بعملها بيها، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. المكون الاساسي والرئيسي بالنسبه لي هو الكولوريكس ال5 في 1 اهو. فظيع، سحر، تحفه. بص كل حاجه. ما كنتش الاول بستخدم منتجات كولوريكس لغايه لما استخدمت منتج للمطبخ، لتنظيف المطبخ. عجبني جدا، وكنت استبدلت بمنتج كنت بستخدمه قبل كده. فبصراحه قررت ان انا اجرب بقيه منتجاتهم، بغض النظر طبعا عن كولوريكس الوان اللي احنا بنستخدمه اساسي يعني، بس حبيت ان انا اجرب بقيه منتجات النظافه او يعني العنايه بالبيت او كده. فجربت بقالي اهو بتاع حوالي سنه وشويه كولوريكس ال5 في 1، سنه وشهرين حاجه كده يعني. تحفه تحفه، بتستخدم في حاجات كتيره جدا. طبعا ده مش اعلان يعني، طبعا مش هعمل اعلان لكولوريكس، بس يعني انا جربته في النظافه عندي في المطبخ. وهم بجد. تعالوا بقى كده سريعا اقول لكم الخلطه بتاعتي. اول منتج فيها او المنتج الاساسي فيها هو الكولوريكس، مش هناخد منه الا تقريبا معلقه. تاني منتج هو الخل. انا بجيب الخل اللي هو توب فاليو ده لاستخدام النظافه في البيت، غير الخل بتاع الاكل والشرب يعني. ومعايا بخاخه، ومعايا ميه مش كتير زي ما انتم شايفين، حاجه بسيطه جدا، ومش هستخدمها كمان كلها تقريبا يعني. بصوا انا بعمل ايه. هي البخاخه دي طبعا كان فيها زي ما انتم شايفين، بصوا فيها لسه باقي من الاستخدام. اول ما خلصت قلت لازم اعملها معاكم. اول حاجه ان انا هعملها، انا هوريكم بالظبط عشان المقادير مهمه جدا. شايفين كده البخاخه قدامكم اهي. هجيب عندي البخاخه اهي، واحط فيها خل. هوريكم لغايه فين. انت بقى شوفي بخاختك هتكون لتر، نص لتر، على حسب انت هتدربيها كده بعينك زي ما انا هعمل كده بالظبط. خلطة حلوة جدا جدا، بستخدمها الاستخدام اليومي بتاعي في المطبخ، ما بقدرش استغنى عنها، وبتساعدني جدا في التنظيف الاسبوعي والشهري. لان لو ما استخدمتهاش كل يوم في اذا كان ظرف المطبخ او الرخامات او البوتاجاز او الشفاط والفرن، باجي في التنظيف الاسبوعي او التنظيف الشهري للحاجات دي كلها بتعب جدا. بجد بتوفر عليا مجهود كبير جدا، ان تقريبا انت كل يوم بتشيلي الدهون اللي عندك في المطبخ. بصوا انا يعني حطيت تقريبا 3/4 بالخل زي ما انتم شايفين كده. استنوا خلي الكاميرا تعمل فوكس اهو، 3/4 بالخل. وهاجي هحط معلقه مش اكتر من كده عشان ما يرغيش معاكي وتبداي ان انت تتعبي في الشطف يعني. بصوا هوريكم قد ايه. انا هحط قدامكم كده عشان تشوفوا الكميه اللي هتنزل. شفتوا انا حطيت قد ايه؟ شايفين الكميه اللي اتحطت تحت؟ تقريبا معلقه كمان صغيره مش كبيره.
وهبتدي بقيه البخاخ هملاه عندي بالميه اهو. هوريكم شكل الميه بعد ما هقلبها كده عشان تشوفوا ان يعتبر اكني ما حطيتش اصلا حاجه يعني. بصوا لون الميه عامل ازاي، مجرد خد لون خفيف جدا جدا يعني، مش عارفه ابين لكم ثانيه كده. بصوا لون خفيف قوي قوي، مصفر خفيف. طبعا على حسب الريحه اللي انت هتجيبيها من الكولوريكس، بس انا بحب استخدم للمطبخ الليمون، بحسه بيديني كده نظافه، ريحه نظافه، وانا بحب اشم ريحه النظافه قوي، بتديني انتعاش كده وطاقه ان انا اكمل نظافه تاني. فبالنسبه لي بستخدم في المطبخ ريحه الليمون. في روايح تانية بستخدمها، هقول لكم بستخدمها في ايه، بس بالنسبه لي كده ده المنظف اليومي بتاعي للرخامات، للظرف المطبخ الخارجية، للخلاطات، للبوتاجاز، للفرن، للشفاط. يوميا انا بستخدمه في الحاجات دي. ممكن حاجه بستخدمها كذا مره، يعني زي ما قلت لكم في البوتاجاز بستخدمه كذا مره، في الشفاط برضو بستخدمه كذا مره، طول ما انا واقفه انا ايديا في المطبخ عشان ما اتعبش بعد كده. من التلاجة برضو، الجزء الخارجي بتاع التلاجة في التنظيف اليومي بتاعي بستخدمه. فبصوا بعد كده لما باجي اعمل تنظيف الشهري بتاعي او التنظيف الاسبوعي مش بحتاج مجهود خالص، مجرد بس بعمل الاساسيات او الحاجات الداخليه. وده الاهم بالنسبه لي. يا رب يكون الوصفه بتاعتي عجبتكم، جربوها وان شاء الله تعجبكم، ومستنيه رايكم فيها بعد ما تجربوها في الكومنتات. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وباي باي.